صباح الخير يا جماعة. ايه يا شعب يا الحبيب الصبور المهاود المطرمخ. حابب ان انا اتكلم بقى بمناسبة ان انا اتكلمت عن ساعات الايد اللي واقفة شغالة. طبعا من ضمن الهوس اللي في المجتمع المصري الهوس الديني الاسلامي. ناس كتير تلقاها لابسة الساعة في ايدهم اليمين، ماشي، برضه بسبب تطير وطيرة وتشاؤم ان الايد الشمال نكسة، وان الايد الشمال الشيطان بياكل بيها وبيعمل بيها كل حاجة. كلام كله فاضي، كلام كله فاضي. اللغة العربية بتتكتب من اليمين للشمال، فشيء طبيعي ان عندهم الشمال ده يعني شيء سيء. خلاص، كلها افكار وسواسية وافكار تشاؤمية وافكار بدائية، اللي هي الجهة اليمين حلوة والجهة الشمال وحشة وحاجات، ولازم وتخش برجلك اليمين وبتاع. كله كلام فاضي، واصحاب الميمنه واصحاب المشأمه وبتاع. آه، فانا زي ما قلت قبل كده، ما تبقاش عقليتك عقل طفل. برضو فكره الذهب حرام للرجاله، فبقت الرجاله تلبس دبله فضه. طبعا الدبله دبله ذهب عند الست ودبله فضه عند الراجل. انت كده كسرت الايه، الحلقه، او كسرت الرابطه اللي هي المفروض الاتنين يبقوا من نوع معدن واحد. وايه المشكله في الذهب اصلا؟ يقول لك اصل إن احنا هنلبس ذهب في الجنه، فما ينفعش نلبسه في الدنيا. ايه الكلام الفاضي ده؟ كلام فاضي. جبتوه منين؟ معرفش. جبتوه منين يا عم؟ كلام فاضي كله. ايه الفرق بين الذهب والفضه؟ وايه اللي في الذهب يحرمه على الراجل؟ انا عايز افهم. ولا حاجه، هي خزعبلات. لما تيجي تمسكها تلاقيها خزعبلات ملهاش معنى. فاتمنى ان الناس ترجع تلبس دبل ذهب زي والدي ووالدتي عادي، ودبل منقوش عليها سواء جوه او بره اسم الزوج والزوجه وتاريخ الزواج. الناس ترجع بقى، بلاش الخزعبلات والعقد النفسيه دي. يعني حقيقه. واقول لكم سلام.